عرفتي فاش شفت هاد المقطع تصدمت وبديت كنطرح بزاف الاسئله. اشنو علاقه محمد رمضان بالقراءه والكتاب؟ اش من قيمه او اضافه غيزيدها محمد رمضان لمعرض الكتاب؟ واش ما كاينش مثقفين في المغرب او قامات علميه او شيوخ باش يجيبوا هاد الممسوخ؟ وبزاف ديال الاسئله بقات كدور ليا في راسي. ومن بعد ما قريت مقال اسبريس حول الزياره وتصريح مصدر مطلع أن محمد رمضان هو اللي تقدم طلب زيارة معرض الكتاب، بديت كنشك في المسألة وسولت نفسي واش هذا ذكاء من محمد رمضان اللي تم توقيفه في مجموعة من الدول وباغي يحسن صورته على ظهر معرض الكتاب، أو أنه كان سخي مع المسؤولين كونه هو اللي طلب الزيارة. الأمر فيه إن أما مسألة يكون مع الوزير هذا شيء طبيعي لم يحرك ساكنا، لأن قيمة الشيء من الشيء والمعادن لبعضها جذابة، وبقى فيها غير مثقف زمانه الكاتب والمفكر والفيلسوف والمجدد والباحث والتنويري والبطل الخارق الصحن الدوار عصيد اللي كيفهم في كل شيء. ما حاشا لي حتى واحد، ومعه الأستاذ اللي هارب من الإعدادي، وهذا دليل على أنه ورقة بدأت في الاحتراق لتنتهي. وما زادني ضيقا عندما شاهدت إحدى المعجبات تبكي بين أحضان محمد رمضان والناس يتهافتون للسلام عليه. بالمناسبة هذا المشهد الرخيص فكرني بزيارة تامر حسني وكاظم الساهر وراغب علامة والكثير من التافهين، وكيفاش بكوا المعجبين والمعجبات من أجلهم وارتموا في أحضانهم. هذا نهار كبير والله، هذه غتبقى تاريخيه عندي انا. هاد لا فوطو والله انا كنحماق على سيدي. شديته في يدي انا راسي تحداه، شديته في يدي قال لي مرحبا، قلت له بغيت ونسيت التليفون انايا. نتمنى من الله انه يبقى هاد السيد هكذا ويعيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. واش هاد المعجبات يعكسن فعلا صورة المرأة المغربية الحقيقية التي تربت على الدين والحفة والحياء؟ واش حنا فعلا رخاص بحال ما هكا؟ ياك ما شافوا لايفات الأحكام في التيك توك وظنوا أن المغربيات كلهم هكا؟ ياك ما شافوا سطوريات الانستغرام ديال صاحبات التكميم وصاحبات الخرجات الجماعية وصاحبات تزوج طلق وكيفاش جهلوا وطيحوا الوراق وصاحبات مواد التجميل؟ ظنوا أن المغربيات كلهم هكا؟ أكيد لا، المغربيات العفيفات وعكس هذا. أجي شوف المغربيات ديال بصح طبيبات وعالمات ومهندسات ما عندهمش الوقت لهذا التخربيق. المغربيات هما هاد الطاهرات الحافظات. شوفوا كيفاش تم استقبالهم من طرف الأمن الوطني في أكادير، منظر تخشع له القلوب. بصراحة لا علاقة كيف ما كيقولوا، نيفو طايح ورخيص. شتانا بين حرائر يخافن الله ويضعن لقاء الله أمامهن، وبين رخيصات همهن رقص وسهر وذكريات وصور والتعناق مع المشاهير. بغيت نسول هاد النوع من النساء وحتى الرجال للأسف، أشنو الفائدة إلا تصورت مع مغني أو ممثل أو مؤثرة أو لعاب أو حتى وزير؟ ما القيمة المضافة؟ أشنو غيبدل الأمر في حياتي؟ نتزاحم وندافع باش نتصور، نشد تصويره ونعلقها واللي جا نوريها لي انا مصوره مع محمد رمضان، انا مصوره مع المؤثره او الممثله فرتلانه. الحماق هذا بالكلاخ المبين. صوره مع مغني او لعاب او مسؤول هي اللي غتشفع لي امام الله، هي اللي غتخلص لي الموضوع، هي اللي غتشري لي الحول، هي اللي غتوكلني، هي اللي غتنجحني في حياتي. وفيق شفيق ودير قيمه لنفسك، قد افلح من زكاها. راه بحال هاد التافهين اصلا انت اللي كتخلصهم وكدير ليهم قيمه حتى كيوليو راكبين لك فوق راسك. انت اللي كتخلصهم وغنوريك كيفاش. وكنتي دير لباباهم بلوك ومتابعهمش ومتسمعش ليهم ومتحضرش لاي نشاط ديالهم، وكون اكيد انهم غيغبروا من الوجود كأن لا وجود لهم، حيث هما عايشين بيك وعلى ظهرك كالطفيلات تعيش عالة على أجسام الغير. درتي لايك أو ديزلايك أو سبيتيهم في التعليق راك غير كتزيد الريتش ديالهم. إذا بلوك هو الحل. وسالينا سد على التخربيق، ترفع قليلا عن التفاهات وابحث عما ينفعك. اجلس ولو للحظة واسأل نفسك اشنو كيدير هاد محمد رمضان او تامر او ميسي او اي واحد بحاله؟ اشنو كيديروا هاد الفنانة او المؤثرين في الازمات والكوارث؟ فين كيكونوا؟
اش كيقدموا الوطن؟ خدمتهم باينه ومعروفه، ينوبون عن ابليس والشياطين اجمعين. مهمتهم زرع الانحلال وقله الحياه وتنويم وتوجيه الناس، حتى ولا عندنا عادي خوك كيموت ويقتل بجانبك وانت معرس وناشط مع راسك، ولا عادي تشوف الاطفال كتقتل وانت جالس كتعشى مع راسك وكتضحك، ولا عادي خوتنا محاصرين وحنا كنتسناو الفينال ديال البطوله الاوروبيه. رفح تباد وحنا كنوجدوا المهرجان. بالمناسبه هذه رساله للناس اللي ناويه تشطح وتنشط في المهرجانات، تفكروا ان خوتنا في الحوز باقي ما داش عليهم العام وباقين بلا مأوى بلا سكن، يصارعون عصابات الازمات. تفكروا ان الناس في غزه كتموت يوميا وتجويع للأطفال. اعلموا أن الله سائلكم غدا يوم القيامة وعند الله تلتقى الخصوم. راه ميزانية هذا المهرجان إلا فكرتوا بالعقل كافية الإصلاح بعض القطاعات الهشة، كافية تفرح أسر كتيرة في هاد العيد اللي تحول الكابوس وجحيم كيعيشوا الدرويش الفقير، كافية يدار بها عملية جراحية لأناس يصارعون الأمراض ويصارعون تجار المستشفيات الخصوصية، كافية تبنى بها مؤسسات تعليمية وإعانة الفقير على الدخول المدرسي. راه العلم هو اللي يقدر يخلينا أقوياء وسط هذا العالم ويخلي كلمتنا مسموعة بين الدول. لكن ماذا عسانا أن نفعل إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها؟ أصبح السفهاء يقررون والتافهون يستفيدون والأحرار يهمشون، والقطيع حال فمه تابع الضوء والشطيح والرديح. والسلام عليكم.